انا عايز اخس 10 كيلو في شهر، ايه رايك؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ طبقا للوزن وطبقا لمعدل الدهون في جسمك والميه. هديك سربرايز، مثلا مره كان في مريض عندي خس في اول اسبوع 12 كيلو، في اول اسبوع 7 اول ايام اسبوع خس 12 كيلو، بس اكيد ما خسش دهون، ده جسمه كان مليان ميه فوق ما تخيل. ده معمل رجيم خس 12 كيلو. النهارده كان عندي واحد مريض خس 9 كيلو ونص، جه بالظبط من 180 ل 170 ونص. بس طبعا دي مش قاعده، القاعده ان الانسان بيخس المعدلات الطبيعيه طول الشهر. ايه المعدل الطبيعي النزول في معظم الناس مش كل الناس؟ اول شهر بالادويه وبالنظام من 8 ل 12، ثاني شهر من 6 ل 8، ثالث شهر من 4 ل 6، ومعدل ثابت من 4 ل 6. دكتور مصطفى شوقي، اهلا بيك، نور الدنيا. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. ليك وحشه. ليك وحشه كبيره كبيره جدا، احنا ما بنعرفش نتقابل. انت فاكر اول مره اتقابلنا كان امتى؟ انا فاكر كويس. فاكر ايام ما كانت الكورونا ما شغاله، كنت اتقابل في جنينه البيت عندي عشان كل حاجه مقفوله. ما اعرفش كانك في قعده لذيذه كده والله العظيم. كوبايه القهوه بتاع بالليل. الايام دي كانت ايام رغم ان هي صعبه، بس احنا يعني كنا بنشتغل فيها كمان. الحمد لله. دكتور مصطفى، انا محتاج ان انت تعرفنا بيك تعريف بروفيشنال. طيب بص، انا خريج اصلا علاج طبيعي جامعه القاهره، في رحله دراسه ضخمه يعني. شويه الحمد لله. بعد كده خدت ماجستير علاج طبيعي جراحة مخ وأعصاب، وثم بعد كده دكتوراه علاج طبيعي جراحة مخ وأعصاب، وبعد كده معايا بفضل الله دبلومة في التغذية. بعد كده خدت دكتوراه من المنتدى الأمريكية، وبعد كده خدت بكالوريوس طب بشري تاني. هتقول لي ايه علاقة علاج طبيعي جراحة مخ وأعصاب أو دكتوراه علاج طبيعي جراحة مخ وأعصاب بالسمنة والنحافة؟ السمنة والنحافة من أكثر الأمراض المرتبطة بالنفسية. المريض محتاج نوع من المعاملة شوية بيبقى فيها جزء نرى فيه موده أو نرى فيه نفسيته. مش كل اللي بياكل عشان جعان، كتير من اللي بياكل عشان زهقان، بيطلع غضبه او زهقه في الاكل، عايز يرفع موده او سعادته في الاكل. وعايز اسالك سؤال، يعني في ناس كتير بتساله، انت شديد مع العيانين بتوعك ليه؟ مصطفى شوقي معروف عنه ان هو راجل طف وشديد، لا ده بيزهق علينا وبيزعق وما اعرفش ايه، ليه يعني؟ طيب اسهل حاجه على الانسان او دكتور ان هو يريح المريض ويتعامل معاه من غير اجريسيف مود او من غير انتباه او شده في الكلام. الصعب انك فعلا تعامله لوجه الله صح، الصعب انك تاخد بالك منه، من حركاته، من تصرفاته، من كل مود حاجه بيعملها، وتتابع النظام معاه. فده بيخلي رد الفعل شويه قاسي مع الناس، فالناس ممكن ما تتقبلش حاجه زي كده. بس في الاخر بتلاقي نتائج احسن، انك تلاقي حد بيتابع خطواتك، بيراقبك رحت فين، عملت ايه، كلت ايه، فده بيساعدك تتحرك لقدام اكتر. ممكن الناس ما تحبش كده، بس اظن ده يعني عارف الجمله الشهيره اللي هو ايه، لو عكيت في الدايت انا هعرف. صح، بنسبه كبيره فعلا بنعرف عن طريق الاجهزه والموازين، بنعرف فعلا هل في خطأ في النظام ولا لا. طب انا عايز افهم منك، انت دكتور التغذيه او دكتور الدايت اللي بروح له ده المفروض يشتغل ازاي ودوره ايه؟ دكتور الدايت في الاول هو كوردينيتور، بينظم الدنيا شويه. يعني ايه كوردينيتور؟ يعني تعريف الرجيم اصلا في الاساس لايف ستايل موديفيكيشن، تغيير لنمط الحياه. معظم الناس بيعيشوا حياتهم فاكرين ان اللايف ستايل بتاعهم صح. يصحى متاخر، ايه المشكله؟ اتس جود فور مي، يعني كويس عشاني. طب والله النهارده انا صاحي من النوم مقريف، اقوم اخد كوبايه النسكافيه بتاعتي على الساعه 3 العصر، ابدا اجوع سنه، اخد حاجه هاي كالوري زي البسكوت على العصريه كده، اخر المغرب كده اغربيه، ابدا بقى اجوع، عايز بقى اكل حبه، على بالليل اجوع جامد، حصل لي هايبوجليسيميا او هبوط سكر حاد في الدم، غصب عني عايز اكل، يبدا يطلع المريض بطن، هو متخيل ان نمط حياته صح. يبقى دكتور الدايت هو دوره كوردينيتور، بينظم الدنيا، بيرجعها تاني زي ما كانت، فطار غدا عشاء. بيشتغل ازاي بقى؟ عن طريق كذا حاجه. اول مريض بيجي لنا بيعمل تحليل دهون، ممكن نحتاج منه تحليل بره كمان، بره العياده، تبقى نسبه الدهون موجوده، الميه، العضلات، معدل حرقه، بيتحدد النظام اللي هيمشي عليه. طيب والله يا مصطفى، طب في حد بيشتغل مثلا ايه بالليل وبينام بالنهار، هيتصمم النظام طبقا لايه؟ طبيعه حياته. بس الرجيم في الاساس هو لايف ستايل موديفيكيشن، تعديل لنمط الحياه لاسلوب احسن. انا عايز اخس 10 كيلو في شهر، ايه رايك؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ طبقا للوزن وطبقا لمعدل الدهون في جسمك والميه. لا يعني هديك سربرايز، مثلا مره كان في مريض عندي خس في اول اسبوع 12 كيلو، في اول اسبوع 7 ايام اول اسبوع خس 12 كيلو، بس اكيد ما خسش دهون، ده جسمه كان مليان ميه فوق ما تخيل. ده معمل رجيم خس 12 كيلو. النهارده كان عندي واحد مريض خس 9 كيلو ونص، جه بالظبط من 180 ل 170 ونص. بس طبعا دي مش قاعده، مفهوم. القاعده ان الانسان بيخس المعدلات الطبيعيه طول الشهر. ايه المعدل الطبيعي النزول في معظم الناس مش كل الناس؟ اول شهر بالادويه وبالنظام من 8 ل 12، ثاني شهر من 6 ل 8، ثالث شهر من 4 ل 6، ومعدل ثابت من 4 ل 6، مع اختلافات شخصيه، مع اختلافات معدلات الاوزان من شخص لشخص. طبعا هو في ارقام ستاندرد، بس في حالات استثنائيه كتير جدا. يعني من اكتر حالات خست معايا مش هنساه، كان شاب سمارت كده، كيوت ما شاء الله عليه، بس ما كانش باين خالص ان هو سمارت ولا جميل.
كان حياته صعبه جدا، كان جاي عشان بيحاول يبدا حياته ومش عارف، فكل ما يتقدم لحد يبقى موضوع مرفوض شويه، فالحد ده جابه ليا قال لي عايزينه يخس اكتر ما شاء الله عليه. فالراجل ده مش هنساه في حياتي ما شاء الله عليه، خس تقريبا قرب ال 90 كيلو. يبقى احساسك ايه بقى كده لما بتوصل لتارجت عظيم مع جدا بكون مبسوط ان ربنا من علينا ان حد يتغير ما شاء الله. الراجل ده الى الان ما شاء الله يعني او لغايه قريب كنت بقابله مع اولاده في الشارع ما شاء الله بعد ما اتجوز وعمل اسره. باين بقى قد ايه هو شاب كيوت، عينيه كانت ملونه ما شاء الله، ملامحه ظهرت، شاب صغير كان يا عيني مستخبي في وزنه، ما كانش باين ان هو شباب. كمان بشوف عندك حالات اطفال دي حاجه بتبقى استثنائيه يعني ما بتتكررش كتير. دول بقى فعلا بيبسطوني بجد انك تغير حياه انسان جاي اكتر من حد موجود دلوقتي. ده طفل ما يعني هتمنع عنه اكل وهتحط له نظام صح دايت. صح دي ده تشالنج تاني يعني، تشالنج بس بيكون معتمد اكتر على الاسره اكتر من الدكتور. الاسره محتاج حد يعملها جايدنج. خدوا بالكم انتوا ماشيين غلط، الطفل ده محتاج حد يغيره. انتوا هتاخدوا دلوقتي في اتجاه مش صح لو ما اتحركناش مع بعض. فعلا بتلاقي الام مور انترستد، مهتمه جدا ان هي تغير حياه الطفل. بفضل الله في اطفال كتير جدا معانا غيروا. اخيرا الطفل نزل على الصفحه قريب، نور الدين ده وبعت لي على الخاص على الواتس بيقول لي ما شاء الله انا عايز صورتي تنزل، انت ما نزلتهاش، انا بقيت لعيب كوره ولقيت نادي الجمهوريه وجبت جون وكنت نجم المباراه. ففرحت جدا بيه ان هو اتحول من ايه طفل في بدايه حياته والدنيا بتروح منه يعني. بقى يعني طموح هو كان عايزه. نزلته فعلا على الصفحه ما شاء الله عليه. طيب انا عايز اسالك بقى ايه رايك انا عارف المشاكل اللي عندك مع الموضوع ده بس لازم نسير المشاكل يعني. ايه رايك في انظمه الدايت المتخصصه كيتو البلانت بيزد دايت؟ بص ده سؤال كويس جدا، بس احنا قلنا قبل كده ان الدايت هو اسلوب حياه. يعني ببدا اظبط اكلي طبقا لمستوى حياتي، وفي نفس الوقت ممكن اعمل انترفنشن او تداخل بانظمه تانية اثناء الدايت. يعني ايه؟ ممكن ماشي على نظام كالوريز وفي نفس الوقت اعمل في النص كيتو دايت بس اسبوع مش على طول. اعمل والله صيام متقطع بس اسبوع اسبوعين وابدا اوقف. ان بعمل انتربشن او تداخل للايه لنظام الدايت اللي ماشي عليه وابدا ارجع للنظام بتاعي تاني ان اظبط حياتي. الانظمه دي مش وحشه، بس كل نظام لو احنا مشينا عليه محتاج حلقتين لوحده عشان نشرحه وايه اضراره وايه فوائده. وبالذات الكيتو دايت الناس كتير مشيت عليه وبعد فتره اتضح اخطائه او مشاكله. مثلا الكيتو دايت بس كمثال منهم، الكيتو دايت ده لوحده بيزود حاجه اسمها كارديوجينيك ريسك. يعني ايه كارديوجينيك ريسك؟ عامل خطوره موجود على القلب، لانه بيلعب على الكيتون باديز اللي الجسم بيشتغل عليها، فبيرفع نسبه الكوليسترول في الدم بعد فتره، فبيأثر على ايه؟ على عضله القلب بعد فتره. فاستخدامه بيكون بحدود مش بشكل مستمر. يعني ايه حدود؟ ممكن اسبوع اسبوعين بس مش ايه مش على طول. احنا عرفنا منك تعليقك على فكره انواع انظمه الدايت المختلفه وكده. انا عايز برضو اعرف منك رايك في الجلسات الكرايو والكافيتيشن والاجهزه دي. انا ممكن اعمل الجلسات دي عشان اخس واظبط وزني واخس كويس عليها، ولا دي وسيله مش فعاله يعني مدى فعاليتها حاجه؟ الجلسات او الدايت هم كلهم وسائل فعاله، بس هم استخدم ايه لايه وامتى. هو ده الصح. يعني مفيش حاجه اسمها والله انا اروح اعمل جلسات من غير ما اعمل دايت. هيخس في الشكل بس الميزان مش هينزل. طب انا عايز مين؟ عايز الميزان ولا عايز الشكل؟ الناس معظمها بتبقى عايزه الاثنين يعني. صح. انا جاي عايزه بالظبط. طيب طب ليه الجلسات بتنزل في الشكل ما تنزلش في الميزان؟ لان حجم الخلايا الدهنيه كبير. فالاجهزه دي معظمها قايمه ان هي فاتت حجم الخلايا الدهنيه، فبيسيب مساحه تحتها كبيره، فتلاقي المريض شكله بيتغير بسرعه يبقى فرحان، بس من غير النظام ما وصلناش لايه؟ ما وصلناش لحاجه. انواع الجلسات في جلسات كرايو. جلسات كرايو دي جلسات تبريد، حاجه اسمها جلسات موجات صوتيه مركزه، وجلسات ميوثيرابي، وحاجه اسمها ار اف ريدي فريكوانسي. اختلف بقى المسميات الموجوده في الماركت. يعني ايه مسميات؟ يقول لك جلسات كل حد بيسميها دي اسامي تجاريه شويه يعني. ماركتنج شويه. بس الاساس بتاعها هي عباره عن موجات صوتيه مركزه وعلاج بالتبريد او التجميد. الموجات الصوتيه المركزه دي بتعمل تفتيت للخلايا الدهنيه. احنا من يوم ما نتولد لغايه ما بنموت حجم عدد الخلايا الدهنيه عندنا ثابت، اللي بيغير حجمها بتفضل محتوياتها الدهنيه عن طريق التفتيت بالموجات الصوتيه المركزه. الكرايو بيعمل حاجه اسمها ليبتوزيس. يعني ايه ليبتوزيس؟ يعني ضمور الخلايا الدهنيه، بيخلي حجم الخلايا الدهنيه ايه؟ يصغر. طيب هل معنى كده ان عدد الخلايا الدهنيه اللي في جسمي هيقل؟ لا مش هيقل، العدد ثابت، هو بس الحجم اللي ايه؟ اللي بيتغير. الريدي فريكوانسي ده وسيله بتزود نسبه الكولاجين الموجود في الجلد. الكولاجين دي ماده بتساعد في ان تدي الجلد حجمه او شكله الطبيعي. يبقى الريدي فريكوانسي ده حاجه بتزود الدوره الدمويه وبتساعد في تكوين الكولاجين فين؟ في السكين او في الجلد بتاعنا. يبقى دول 3 انواع جلسات: كرايو، فوكال التراساوند، ريدي فريكوانسي. الرابع اللي هو مين؟ الميزوثيرابي. الميزوثيرابي ده انواع كتيره جدا، بس وسيلته في الاخر هي وسيله تفتيت موضعيه للدهون، معتمد على حاجه اسمها اللايبوليسيس، تفتيت الدهون. اشهر ماده فيه اسمها البي بي سي.
مين يعمل ده ومين يعمل ده طبقا لوزن كل حد. هو عايز ايه؟ عايز يخسس منطقه معينه، ولا عايز يخسس مثلا يرفع معدل حرقه، ولا حد والله عايز يعمل الشيبنج يغير شكل منطقه معينه. سي مثلا واحد مثلا بيخس من جسمه ما عدا بطنه، بيخس مثلا من بطنه بس الارداف كبيره شويه، لا ده عايز ايه؟ مثلا عايز كرايو، عايز نحت. بيجي نتيجه ممتازه لو الاجهزه كويسه. يعني ايه الاجهزه كويسه؟ كفاءه الاجهزه بتدي نتيجه احسن. يعني مثلا جهاز المنشأ بتاعه احسن، بتلاقي غير جهاز منشأه مثلا ايه اضعف شويه. طب سؤال بقى، هو الاجابه قولا واحدا، ينفع اخد دواء واخس؟ لوحدي لا، مع دكتور لوحدي لا، مع دكتور ويكون دكتور عارف هو بيعمل ايه كويس. حلو جدا. بس اكون عامل دايت مع الدواء ده؟ طبعا. لوحدي لا. لوحدي لا، لازم دكتور عامل لي فولو اب. جميل جدا. ويكون محدد الجرعات اللي هاخدها امتى واخدها ازاي، مش بشكل عشوائي. امتى وازاي، وقوف الدواء حتى الاسوف ووقوفه. التثبيت اهم من الرجيم، والتثبيت مرتبط بمعدل النظام بتاعك، وفي نفس الوقت مرتبط بايه؟ بالدواء اللي حضرتك كنت ماشي عليه. طيب امتى هتقول للعيان اللي بيجي لك العياده روح اعمل عمليه، سواء بقى ايا كان نوع العمليه، تكميم ولا تحويل مسار ولا بالونه ولا ساسي؟ لو في خطر على حياته. يعني ده لو السمنه وصلت لمرحله اسمها بادي ماس اندكس بتاعي، معدل كتله الجسم بتاعي وصل لحاجه فوق ال40. البادي ماس اندكس ده بيتقاس بالوزن على مربع الطول، اتفقنا؟ لو طلع الرقم بتاعي فوق ال40 والمريض فشل في الرجيم بتاعه وبقى الرجيم ده خطر على حياته، او اسف السمنه خطر على حياته، في الحاله دي بقول له لا خلاص انت كده لازم ايه. طيب انت رايك ايه في العمليات، وايه احسن حاجه ممكن يعملها لو انت هتنصح بيها مريض؟ في حياتي كلها مثلا ما افتكرش ان انا نصحت مثلا غير 1 أو 2 في حياتي كلها. يعني مثلا ما شاء الله بفضل ربنا شفت ناس كتير جدا بفضل ربنا في حياتي كلها ما نصحتش غير 1 أو 2. وانت رايك في العمليات دي؟ العمليات حلوه مش وحشه، بس تستخدم امتى برضك وتستخدم ازاي، وانا عايز منها ايه. هل مثلا انا متخيل مثلا بعمل الجراحه استريح؟ لا مش استريح. يعني ايه؟ العمليات فكرتها قايمه على التحكم في شهيه المريض. يعني ممكن مثلا يركب بالون فيقلل معدل الشهيه عنده شويه، بس البالون ليه مساوئ شويه. يعني ايه مساوئ شويه؟ بيعمل تلف جدار المعده، وفي ريسك اثناء زرعه، وفي ريسك اثناء ان انا بقى بشيله. طيب اشهر عمليه بقى عندنا خالص السليف، الناس كلها بتحب تعملها، ان ياخد جزء من المعده يقوم جاي يقصه. العمليه دي ممتازه، بس للاسف عيوبها ان هي حديثه. يعني ايه حديثه؟ تاريخها على الارض مثلا يتجاوز 12 سنه 13 سنه، حاجه زي كده. فبالتالي تاريخ العواقب بيحصل نتيجه العمليه بتظهر واحده واحده. اشهر عواقبها ان المريض بس ده كلينيكالي، يعني عمليا في العيادات مش قايم على نظريات طبيه. لاحظنا ان المرضى بيعملوا سليف بيرجع تقريبا 30% من الوزن اللي خسه، 30% من الوزن اللي خسه في ظرف من 2 ل3. يعني سي مثلا لو عمل عمليه خس 60 كيلو، هيرجع منهم حوالي 20 كيلو في سنتين. طب ليه بيرجع؟ ده بقى اهم سؤال، وده السؤال لازم كل مريض سليف يكون عارفه. ايه اللي بيخليني بعمل عمليه وبرجع تاني؟ مريض السليف احنا قلنا بيقصوا جزء من المعده بتاعته، مظبوط، فنبدا نديله كميات اكل اقل بكتير بعد العمليه. خد مثلا جزء بروتين مش عارف ياكله، طب اشرب بقى عصير عشان يبقى سهل في الهضم بتاعه، عشان حجم المعده قل وجدار المعده وضعه اتغير خلاص كده في الوضع الجديد. خد كربوهيدرات مش قادر خلاص، فبعد شويه بياخد كميات بسيطه جدا من الاكل، فبتقل نسبه البروتين في جسمه. في عندنا هرمون مهم في الجسم اسمه الدوبامين، او زي ما بنسميه هرمونات السعاده. الهرمونات دي مرتبطه بنسبه الكربوهيدرات والبروتين موجوده في جسمي. يعني الجلوكوز رفع في جسمي شويه، الدوبامين بيعلى في جسمي بيديني نشوه، حتى لو حد كل تحس انه مبسوط انه كل، عشان الهرمون السعاده بيطلع فين؟ بيعلى في جسمه. الهرمون ده بيتاثر جدا مع العمليه دي. بعد فتره من نزول الوزن، لان المريض كل ما يحاول ياكل حاجه بيبدا فومتنج، مش قادر خلاص، عايز اسف يرجعها. بيجي له شعور ان هو عايز يرجع ياكل تاني ومش عارف ياكل. دي اول حاجه. تاني حاجه ده ممكن يقلب باكتئاب، يعني حاجه نفسيه. حاجه نفسيه. تاني حصلت عندي فعلا، شفت حد عندي جات لي عامله عمليات فعلا متاثره نفسيا بالموضوع ده. تاني حاجه ان هو عايز يرفع هرمون السعاده في جسمه تاني، عايز يحس بالشعور ده، والبروتين في جسمه قل، فقوه العضلات قلت في جسمه. فيبدا المريض بعد تقريبا 2 أو 3 يلجا لحاجات تديله الشعور ده من غير ما تاثر على جدار المعده. اشهر خطا في مريض السليف السكريات، الحلويات. ادي المريض سليف كده ربع فرخه مش عارف ياكلها، اديله بقى شوكولاته، بص ياخدها بالحضن. على طول ليه ياخدها بالحضن؟ خفيف على معدته، هيحس بيه الشعور اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت هيأثر على وزنه للاسف جامد، ويبدا وزنه يرجع تاني. يبقى الخطا المشهور في مريض السليف انه لازم يبقى عارف ان السيطره على وزنه بعد العمليه اهم من العمليه نفسها. لو خيرنا بقى دكتور مصطفى يغير تخصصه في الطب يروح فين وليه؟ انا عارف ان انت راجل بتذاكر، يعني بتذاكر كتير الحمد لله. بس ايه هتختار التخصص ايه؟ بلاستيك سيرجري، جراحات تجميل وسمنه نحافه برضه. اشمعنى؟
لان احنا الواحد ربنا يمن عليه انا قطع تعبت مشوار من طويل. التعامل مع الناس مش هيخسوا، فاللي هو ايه انا اخليهم يعملوا عمليات. احنا اوريدي اصلا ابجريدنج الموضوع ده بنشتغل عليه ده شويه فعلا يعني دي حاجه اكسكلوزيف اخدها انا يعني. ان شاء الله. ده شيء جميل جدا. انا قبل ما اختم معاك يعني زي ما قلت لك مبسوط ان احنا قعدنا يعني ما اعرفش اقعد اللحظه دي خالص. عايزك تبص الكاميرا وتوجه رساله للي بيعك في الدايت وهيشوف الحلقه دي. تمام؟ قول له بقى انت هتعمل فيه ايه. كاميرا ايه، بص له وقول له بقى، وجه له الرساله. هشوفك هتروح مني فين؟ دكتور مصطفى احنا كنا سعداء جدا بوجودك معانا في بودكاست في العياده. الحلقه دي حلقه هتبقى تخلد للتاريخ، انا بروزها يعني. والله ربنا يخليك. شكرا ليك وشكرا لوقت حضرتك. عليك. سعداء بمتابعتكم لينا، وعندنا حلقات اكتر ودكاتره اكتر ومعلومات طبيه اكتر. تابعونا في الحلقات الجايه في بودكاست في العياده.